تعالوا بينا النهاردة هنعمل وصفة فطار او عشاء بجد حلوة جدا، نغير كده لأولادنا شوية، وكمان هي مش مكلفة، حاجات كلها موجودة في البيت عندنا. قبل ما نبدأ لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا نشوف وصفتنا نعملها ازاي. هنجيب هنا العيش البلدي اللي احنا بنشتريه، هتفتحيه من الطرف بتاعه بالشكل ده كده، تمام. بعد كده هنجيب هنا الجبنة الفيتا العادية وهتحشيها بالطريقة دي. هتحطي طبعا دي اول طبقة، حابة انت تغيري من السندوتشات دي براحتك. بعد كده هنجيب هنا الفلفل الرومي هنقطعه بالشكل ده. هنجيب هنا عندي طماطم هنقطعها كمان شرايح كده، تمام. بعد كده هنا عندي قطع من اللانشون. الحشوة دي اختياري لك انتي، انا هوريك الفكرة وانتي هتحبي تغيري براحتك. بعد كده هنسخن هنا طاسة او الجريل بتاعنا، هنحط معلقة من الزبدة، طبعا هنحط زيت علشان ما تتحرقش معانا، وهنحط العيش بتاعنا هنحشيها، نكمل الحشوة بتاعته بالطريقة دي. هنحط طماطم وهنحط كمان الفلفل بالشكل ده. بعد كده هنحط هنا قطعة من اللانشون، وهننزل هنا بالبيضة هنحطها، طبعا هي هتستوي ما تخافوش منها كده، تمام. هنقفل هنا السندوتش بتاعنا وهنسيبه لحد ما تحمر معانا بالشكل ده، تاخد لون حلو من تحت كده وتتحمص كده، تمام. جهز معانا، هنطلعه. شايفين اللون بتاعه لونه تحفة، وكمان طعمه كان حلو جدا. الحشوات على حسب ما انت تغيري براحتك. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، عجبكم حطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.